بيبدأ الفيلم بالملك وجنوده راكبين أحصنة ورايحين ناحية الجبل عشان يقتلوا وحش ضخم، ولما بيدخلوا جوه الكهف اللي في الجبل بيظهر إن الوحش ده أنثى تنين ضخمة وبتطلع نار من بقها وبتحرق كل الجنود وبتسيب الملك حي. فبيحس الملك إنه اتهزم وبيستسلم وبيركع على ركبته وبيطلب من أنثى التنين إنها ترحمه. وبعد مئات السنين في مملكة فقيرة في الشمال في ظروف صعبة بدون أكل أو حطب كافي، بنلاقي الأميرة الشابة إيلي وأختها الأميرة الصغيرة فلور بيشتغلوا بنفسهم وبيجمعوا الحطب، وده لأن شعبهم هيتجمد وهيموت من الجوع. وأثناء ما هم شغالين بيلمحوا عربية فخمة في زيارة لمملكتهم، فبيرجعوا بسرعة على القصر عشان يعرفوا إيه اللي بيحصل. وهناك بيلاقي أبوهم اللورد بيفورد ومراته بيف وهم بيتكلموا مع الضيفة اللي جاية لهم زيارة من مملكة أوريا. وبتسلم اللورد رسالة من الملكة ليزا ملكة أوريا، وبيفتح بيفورد الرسالة وبيفرح لما يعرف إنه طلب جواز لبنته الأميرة إيلي من الأمير هنري أمير مملكة أوريا. وبيقول بيفورد لبنته إيلي إنه عارف إنها بتحب السفر، وإن الفرصة جات لحد عندها عشان تسافر وتشوف العالم حواليها، وإن مملكة أوريا دي مملكة جميلة جدا وعندهم أسطول كبير من السفن وعربيات مليانة دهب. فبترد عليه الأميرة إيلي وتقول له إن دي مش أسباب للجواز. فبيضطر أبوها يبقى صريح معاها ويقول لها إنهم محتاجين الجوازة دي، وإن مملكتهم الفقيرة خزنتها بقت فاضية، وإن الشعب مش هيقدر يتحمل لحد الربيع، وإن الملوك والأمراء لازم يضحوا عشان شعبهم. فبتوافق إيلي بعد الضغط عليها. تبدأ رحلة السفر بالسفينة في البحر، وبتلاحظ فلور إن أختها إيلي متوترة وخايفة، فبتقول لها إنها متوترة من مقابلة الأمير وعيلته، ده غير إنها ما كانتش عايزة تتجوز بالطريقة دي. وبتسمعهم بيب مرات أبوهم وبتقول لهم يستعدوا عشان قربوا يوصلوا للمملكة. ولكن فجأة بتدخل السفينة في سحابة كبيرة من الضباب، وبيشوفوا نار وسط الضباب ده. ولكن لما بيقربوا بيلاقوا قدامهم تنين ضخم، ولما بيقربوا أكتر بيتضح إن ده مجرد تمثال. وأول ما بيوصلوا لشاطئ مملكة أوريا الجميلة بيركبوا عربية ملكية بتوصلهم على القصر، وهم في الطريق بيكونوا مبهورين بجمال مملكة أوريا وطبيعتها الخلابة. وبعد ما بيوصلوا للقصر الملكي بيستقبلهم كبير الخدم وبيرحب بيهم وبيوصلهم لأوضهم عشان يرتاحوا ويستعدوا لمقابلة الملكة ليزا. وبتدخل إلي غرفتها الجميلة وبتسيبها باقي العيلة عشان تستريح، فبتطلع البلكونة عشان تشم هوا وتتفرج على مملكة أوريا الجميلة. وبتشوف شابة من سنها في البلكونة اللي قدامها، ولكن شكلها خايفة وقلقانة. وبالليل إيلي بتكون قلقانة ومش عارفة تنام، فبتطلع تقف في البلكونة وبتبص على البنت اللي شافتها الصبح، ولكنها بتلاحظ إن هي مش موجودة في غرفتها. وبتستغرب كمان لما بتشوف نار خارجة من الكهف اللي جوه الجبل. وتاني يوم الصبح بتقابل إيلي وأسرتها الأمير هنري والملكة ليزا، اللي بتكون معجبة جدا بجمال إيلي. وبتطلب ليزا من هنري إنه ياخد عروسته ويفرجها على القصر ويتعرفوا على بعض أكتر. وفي نفس الوقت بتروح الملكة ليزا مع اللورد بيفورد على انفراد عشان يناقشوا باقي تفاصيل الجواز. في الوقت ده بتكون إيلي بتتمشى مع هنري وبيسألها عن رأيها في الجوازة دي، فبتقول إن رأيها مش هيفرق، وإن ما كانش عندها اختيار إنها ترفض، وإن هي هتضحي بسعادتها عشان تنقذ مملكتها. فبيقول لها هنري إن هو كمان مجبر على الجوازة دي، وإن دي كانت رغبة أمه. وبعدها بيركبوا الإحصنة وبيجروا بيها وسط الخضرة الجميلة لحد ما بيقربوا من الجبل. وهناك إيلي بتسأل هنري عن النار اللي شافتها امبارح بالليل في الكهف اللي في الجبل، فبيقول لها إن ده جزء من احتفال قديم مهم لعيلته وللمملكة كلها، وإنه تكريم لأجداده. في الوقت ده بتخرج ليزا واللورد بيفورد من الاجتماع، وبتكون زوجته بيف مستنياه، فبتلاقيه حزين وبتسأله عن اللي حصل في الاجتماع، فبيطمنها وبيقول لها إن الجوازة ماشية تمام، وإن الملكة هتديهم دهب أكتر مما كانوا متوقعين. ولما بتسأله عن سبب حزنه بيرفض يجاوبها وبيتعصب عليها، فبتسيبه وبتروح تقابل الملكة ليزا اللي بتكون عمالة تنظم الورد بنفسها. فبتقول لها بيف إن ذوقها حلو قوي، ولكن بتتفاجئ إن ليزا بتعاملها بطريقة وحشة جدا، وبتقول لها ما تنسيش نفسك ولا المكان اللي جيتي منه، وإن هم وافقوا على الجوازة دي بس بسبب احتياجهم للدهب. فبتزعل بيف جدا وتحس بالقلق، وإن الجوازة دي وراها مشكلة كبيرة. وبالليل بتروح بيف لإيلي في أوضتها وبتحذرها وبتقول لها إن الجوازة دي غلطة كبيرة، وإنها مش واثقة في الناس دي، وإنهم صحيح من عيلة ملكية لكن ده مش معناه إنهم طيبين. فبتستغرب إيلي من كلامها وبتسألها هي ليه بتقول كده، مع إنها في الأول كانت مرحبة قوي بالجوازة دي. فبتقول لها بيف إنها كانت غلطانة، وإنها مش مرتاحة للناس دي وحاسة إن في حاجة غلط بتحصل. وبيدخل عليهم اللورد بيفورد وبيقاطعهم وبيسألهم في حاجة ولا إيه، فبيغيروا الموضوع. وبتقول لي بيف لإيلي وهي خارجة من الأوضة إن لسه قدامها وقت تفكر قبل فوات الأوان. وتاني يوم الخدم بيلبسوا الأميرة إيلي فستان الفرح، واللي بيتكون من قطع كتيرة جدا، ومنها قطع شبه السكينة عشان الفستان يبقى مشدود، وكمان سلسلة فيها حجر كريم ريحته حلوة جدا. وبعدها بتبدأ مراسم الجواز. تيجي الملكة ليزا وبتتوج الأميرة إيلي، وبتعلن قدام الجميع إن الأميرة إيلي بقت زوجة الأمير هنري وأميرة مملكة أوريا بشكل رسمي.
وبعدها إيلي بتودع أبوها ومراته وبتحضن أختها فلور، وبتركب بعدها العربية الملكية مع هنري. ولما بتسأله هم رايحين فين، فبيقول لها إنهم رايحين لتكريم أجداده في الاحتفالات القديمة اللي في أعلى الجبل زي ما قال لها قبل كده. ولما بيوصلوا عند الجبل بتتفاجئ إيلي إن ليزا مستنياهم هناك، بتكون لابسة لبس غريب وحواليها مجموعة من الخدم اللي لابسين أقنعة غريبة. وبتستغرب إيلي لما ليزا بتديها عملة ذهبية، وبتقول لها إنها تنضم لسلالة طويلة من الأميرات اللي ساعدوا في بناء المملكة، وإن أجدادها الملوك لما سكنوا المملكة لأول مرة اكتشفوا إن في أنثى تنين بتعيش في الجبل ده، وإنها تعتبر آخر واحدة من بني جنسها، وإنها هاجمت أهل المملكة وقتلت عدد كبير منهم. فقام الملك وقتها بجمع جنوده واتجهوا ناحية الكهف للانتقام منها، ولكنهم ما قدروش يهزموا الأنثى التنين المتوحشة، وإنها قتلت كل جنود الملك وسابت الملك حي، وحكمت عليه بمصير أسوأ من الموت، وإن هو يقدم بناته التلاتة الأنثى التنين كقربان في مقابل إنها تسمح لشعبه إنه يعيش على الجزيرة. وقد إيه كان الاختيار ده صعب ومؤلم بالنسبة للملك، ولكن الملك اضطر يضحي ببناته عشان شعبه. وتمت الصفقة بين الملك وأنثى التنين، ومن وقتها بقى واجب عليهم كل جيل بإحياء التضحية دي تخليدا لذكرى الملك وبناته التلاتة. وبعدها بتقوم ليزا مطلعة سكينة وتجرح هنري وإيلي بجرح صغير في إيديهم، وبتخليهم يمسكوا إيد بعض عشان دمهم يتخلط، والدم اللي بيجري في عروق إيلي دلوقتي هو دم العيلة الملكية. وبتطلب ليزا من إيلي بإنها ترمي العملة الذهبية في قاع الجبل، وبتقول لها إن كده الاحتفال خلص وإنهم يقدروا يرجعوا. وبيطلب هنري من إيلي إنه يشيلها وتغمض عينيها، وبتكون إيلي فرحانة بسبب اللحظة الرومانسية دي. ولكن فجأة بتلاقي هنري بيقول لها إنه آسف، وبيرميها في قاع الجبل. فبتصرخ إيلي وهي بتقع وبتخبط في فروع الشجر لحد ما تتخبط في الأرض، وبتقوم تقف وهي في حالة ذهول ومتألمة ومجروحة، وبتحاول تطلب المساعدة وبتدور على طريق عشان تقدر تطلع تاني، ولكن مفيش فايدة. بتبكي إيلي وهي متألمة ومش مستوعبة اللي حصل لها، وهي في حالة حزن وغضب شديد. وفجأة بتشوف حواليها فساتين ومجوهرات على الأرض، فبتعرف ساعتها إنها مش الضحية الأولى، وإن في عرايس كتير قبلها ضحوا بيهم. وبتلاحظ إيلي ضوء خارج من الكهف، وبتمشي ورا الضوء ده عشان تعرف مصدره. وفجأة بتظهر أنثى التنين، فبتهرب إيلي وبتستخبى ورا الصخور. وبعدها بتسأل أنثى التنين إيلي عن اسمها، فبتجاوبها وهي مرعوبة، وبتسألها إيلي هي عايزة إيه منها، فبتقول لها أنثى التنين إنها عايزاها تسدد الدين اللي عليها، وإن كل جيل من أبناء بني جنسها لازم يدفعوا الثمن، وإنها شم فيها ريحة دم العيلة الملكية. فبتعرف إيلي إن ليزا خلطت دمها مع دم هنري عشان تضحي بيها. وبعدها بتطلب أنثى التنين من إيلي إنها تهرب، وده لأنها بتستمتع أكتر لما الضحايا يهربوا منها وهي في الآخر بتمسكهم. تبدأ تطلع نار من بقها، فبتجري إيلي بأقصى سرعة وبتدخل جوه كهف صغير، وبتترعب لما بتشوف جثة البنت اللي كانت في البلكونة وهي محروقة. وأثناء ما هي مصدومة بتلاقي نار جاية عليها، فبتستجمع قوتها وبتحاول تهرب من فتحة ضيقة جوه الكهف، ولكنها بتتألم جدا لأن رجليها اتحرقت بالنار. فبتطلع إيلي السكينة من فستانها وبتقطع جزء من الفستان عشان تربط برجليها، وبعدها بتستخدم السلسلة اللي فيها الحجر الكريم وبتقربه من النار عشان تقدر تنور بيه لنفسها جوه الكهف. وبتحاول إيلي إنها تتحرك وتلاقي مخرج، ولكن فجأة بتقع في حفرة تانية وبتتصدم بالأرض، والسلسلة المضيئة بتقع على الأرض وبتنطفي. فبتقاوم إيلي وبتيجي على نفسها وبتحاول تقف تاني، وبتشوف قدامها أشجار مضيئة، ولما بتحاول تقرب منها بتلاقي حفرة بينها وبين الشجر. فبتجري بأقصى سرعة وبتنط الناحية التانية، ولكنها بتقع. فبتطلع السكينة وتغرزها في المنحدر عشان تقدر تطلع لفوق، وبتكمل لحد ما بتوصل للشجر المضيء. تكتشف إن مصدر الإضاءة هي ديدان صغيرة، فبتقرر تقطع حتة من فستانها وتحط فيها شوية من الديدان المضيئة دي، وبتعمل منهم مصباح ليها جوه الكهف. ترجع إيلي تكمل طريقها، فبتلاقي بحيرة مية، ولما بتشرب منها بتلاقيها وحشة جدا، ولكن مصدر المية جاي من التلج اللي في سقف الكهف. فبتحاول إنها تشرب منه مباشرة، وأثناء ما هي بتشرب بتهجم عليها أنثى التنين مرة تانية وبتطلع نار من بقها. فبتجري إيلي بسرعة، ولكن بتقع جوه حفرة تانية في الكهف. وتبص إيلي حواليها وبتلاقي فساتين للأميرات اللي اتضحى بيهم قبل كده، وكمان كاتبين أساميهم على الحيطة وراسمين خريطة فيها طريقة للهروب من المكان ده. فبتنام إيلي على نفسها من شدة الألم والتعب بعد ما بتشيل القماش من على رجليها المحروقة، وهي نايمة بتحلم بالأميرات اللي كانوا موجودين قبلها في المكان ده. ولكنها بتصحى فجأة وهي مفزوعة لما بتلاقي الديدان على رجليها مكان الحرق، فبتبدأ تشيلهم بسرعة قبل ما جرحها يتلوث، ولكنها بتتفاجئ إن الجرح اتحسن وبقى كويس جدا. فبتعرف إيلي إن الديدان دي تقدر تعالج الجروح،
وبتحط منها على ايديها عشان تعالجها، وبتكون مبسوطة من الديدان دي وبتشكر ربنا عليها. بعدها بتتحمس إلي للهروب من الكهف، وبتروح للخريطة وبتحفظها كويس، وبتلاقي طريق الهروب عن طريق حفرة البلورات. بتبدأ إلي تتحرك جوه الكهف لحد ما بتلاقي حفرة البلورات فعلا، وبتلاقي تاج مرمي على الأرض وبتستخدمه إلي عشان تتسلق البلورات. بعد ما بتقطع هدومها وتلفها على إيديها ورجليها عشان ما تتعورش، بتتسلق إلي على البلورات لحد ما بتوصل فعلا لأعلى الحفرة، وبتشوف فتحة في الجبل وبتفرح جدا، ولكن بتلاقي نفسها في مكان عالي ومش هتقدر تهرب. بتحس إلي باليأس، ولكنها بتشوف مجموعة من الفرسان راكبين أحصنة وجايين من بعيد، فبتفضل تندع عليهم وتشاور لهم، ولكن محدش بيسمعها. وفجأة بتهجم عليها أنثى التنين مرة تانية، ولكن إلي بتقرر تهرب وتنزل تاني من حفرة البلورات بعد ما سمعت صوت حد بيندع عليها من جوه الكهف. ولما بترجع إلي للكهف بتلاقي أبوها ومعاه 2 فرسان ومرشد للطريق دخلوا الكهف بالحبال عشان ينقذوها، وعمالين ينادوا عليها من جوه. وبتفضل إلي ماشية ورا الصوت ده من غير ما ترد عشان أنثى التنين ما تعرفش مكانها. ولكن وهي في الطريق ناحية الصوت بتلاقي دهب ومجوهرات كتير حوالين 3 من أطفال أنثى التنين، ولكنهم أموات. فبتعرف إلي حقيقة اللي حصل. وبنرجع بالزمن لورا، وبيكون الملك في الكهف هو وجنوده، وبيكونوا واقفين قدام أطفال أنثى التنين وهم بيخرجوا من البيضة. وساعتها بيؤمر الملك جنوده إنهم يقتلوهم، وبتيجي أنثى التنين وبتكون غضبانة جدا بسبب موت أطفالها، وبتحرق كل الجنود بالنار. ولما الملك بينهزم قدامها ويركع على ركبته ويطلب منها الرحمة، بتعمل معاه صفقة وبتجبره إن هو يقدم لها بناته ال3 تمن اللي هو عمله في أطفالها، وكمان هو وشعبه يقدموا لها كل جيل 3 بنات قرابين ليها لحد آخر يوم في عمرها. بنرجع تاني للوقت الحالي، بنلاقي أنثى التنين سمعت صوت الفرسان وهم بينادوا على إلي، وبتقتل 2 منهم. وبتكون إلي وصلت لأبوها، لكن بتلاقيه في مواجهة أنثى التنين اللي بتسأله أنت مين وجاي ليه، فبيقول لها إنه والد إلي وجاي عشان ينقذ بنته. فبتمسكه بديلها وبتقلبه في الهوا وبترميه في الأرض. تطلب منه يندع على إلي ويقول لها تيجي، لأن هي شامة ريحتها وعارفة إنها مستخبية وبتراقبهم. فبيفرح بيفرض لما بيعرف إن بنته لسه عايشة، وبيندع عليها وبيقول لها إنه آسف على اللي حصل، وإن هو السبب، وإنه ضحى بيها عشان مملكته، وإنه غلط غلطة كبيرة جدا وبيترجاها تسامحه. فبتعيط إلي لما بتسمع كلام أبوها، ولكنها بتفضل مستخبية من أنثى التنين. لكن أنثى التنين بتغضب منه وبتضربه وبتوقعه على الأرض، وبتغرز مخالبها في جسمه عشان تعذبه. بتقوله إن دي آخر فرصة ليك إنك تنده عليها وتخليها تيجي. وفي اللحظة دي المرشد بيكون مستخبي ورجله بتعمل صوت غصب عنه، فبتتحرك أنثى التنين ناحية الصوت عشان فاكراه إلي. فبتستغل إلي الفرصة وبتروح لأبوها اللي كان ما بين الحياة والموت، فبيقول لها هربي بسرعة واستخدمي الحبال اللي نزلنا بيها في الكهف، ورجعي بسرعة على السفينة، هتلاقي بيف وفلور مستنيينك هناك. وبيطلب منها إنها تسامحه قبل ما يموت. فبتعيط إلي وبتبوس راس أبوها، ولكن بتضطر تجري بسرعة قبل ما ترجع أنثى التنين اللي بتكون في الوقت ده وصلت لمصدر الصوت. ولما بتلاقيه المرشد بتغضب وبتقتله. ترجع تدور على إلي، وأول ما بتشوفها وهي بتتسلق الحبل بتجري عليها وبتطلع نار من بقها، ولكن إلي بتكون خلاص وصلت للفتحة اللي في أعلى الجبل. وبتخرج إلي بسرعة من الجبل تجري بالحصان بأقصى سرعة. ولما بتلاقي أنثى التنين خرجت وراها وبتطاردها، بتنزل من على الحصان وبتستخبى بين الصخور. ولما أنثى التنين بتلاقيها مش على الحصان وهربت، بتغضب جدا وبتحرق الحصان. تفضل تطلع نار من بقها في كل مكان وهي غضبانة، وبتدور عليها في كل حتة لأن أول مرة حد يقدر يهرب منها. في الوقت ده ليزا بتلاحظ غضب أنثى التنين، فبتفهم إن إيلي قدرت تهرب منها. في نفس الوقت بتكون بيف وفلور في السفينة مستنيين اللورد بيفورد يرجع ومعاه إلي، ولكنهم بيتفاجئوا إن ليزا بتهجم عليهم بجنودها. تاخد الأميرة فلور غصب عنها وبيضربوا بيف بالسكينة في بطنها. والصبح بتكون إيلي صحت من نومها وبتفرح لما ما بتلاقيش أنثى التنين، تجري عشان تلحق ترجع على السفينة. ولكن بتتفاجئ إن بيف راكبة على حصان وجاية عليها، وبتكون بيف فرحانة جدا إن إيلي لسه عايشة. ولكن بتقول لها إن ليزا خطفت فلور عشان تقدمها قربان للتنين مكانها. فبتجري إيلي بسرعة بالحصان عشان تنقذ أختها. في الوقت ده بتكون ليزا في الكهف وبتطلب من هنري إنه يعور فلور في إيديها عشان يخلط دمه بدمها. فبيرفض هنري وبيقول لها إن فلور لسه صغيرة وإنه مش هيقدر يعمل كده. لكن ليزا بتكون مصممة على اللي في دماغها، وبتقول له إن الأمير لازم يعمل أي حاجة عشان مملكته. وبتعور إيديها وإيد فلور وبتخلط دمهم ببعض، وبعدين بترمي فلور في الكهف. وبعدها بتوصل إيلي للجبل، تفضل تندع على فلور، ولكن بتسمع صوت صريخ جاي من أسفل الجبل. فبتفك الحبل من الجسر وبتنزل بيه بسرعة للكهف.
وفي نفس الوقت بتكون أنثى التنين ماسكة فلور اللي بتكون مغمى عليها، وبتروح بيها للمكان اللي فيه جثث أطفالها، وبتقول لها إنها عارفة إن أختها هتيجي عشان تنقذها. وفي الوقت ده بتكون إيلي رايحة في طريقها لأنثى التنين، وبتاخد معاها شوية ديدان مضيئة عشان تستخدمهم كمصدر للضوء، وبعدها بتمسك دروع الفرسان اللي ماتوا وبتعملهم فخ لأنثى التنين. وبتبص إيلي على جثة أبوها لآخر مرة، وبتكون متحمسة إنها تاخد بطاره، وبتاخد سيف أبوها وبتروح لأنثى التنين. وبعدها بشوية الفخ بيشتغل وبيعمل صوت عالي، فبتجري أنثى التنين بسرعة ناحية الصوت فاكراها إيلي. ولكن إيلي بتظهر في المكان اللي فيه أختها فلور وبتفوقها، وبتبقى فلور فرحانة وبتحاول تقوم تتحرك على رجليها المتعورة، وبيستخبوا هما الاتنين ورا صخرة. وأول ما بترجع أنثى التنين تاني لمكان فلور بعد ما بتكتشف الفخ اللي كان معمول لها، بتظهر قدامها إيلي وبتوجه السيف ناحيتها، وبتقول لها إن هما الاتنين اتخدعوا، وإن ليزا قالت إن هي اللي هاجمت شعب المملكة وعشان كده الملك قتل أطفالها. فبتقول لها أنثى التنين إن هي ما هاجمتش البشر، وإن الملك قتل أطفالها بدون مبرر. وبتحاول إيلي تفهمها إن هي مش من سلالة الملك، ولكن أنثى التنين مش بتصدقها وبتهجم عليها، فبتقع إيلي في البحيرة. ترمي لها اختها السيف عشان تقدر تحارب انثى التنين، فبتحاول ايلي توصل للسيف، ولكن انثى التنين بتهجم عليها وبتوقعها على الارض، وبتغرز مخالبها في جسمها عشان تحسسها بالالم اللي حس بيه اطفالها. فبتصرخ ايلي من شده الالم وبتطلع السكينه وبتطعن انثى التنين في عينيها، فبتصرخ انثى التنين وبترمي ايلي بعيد. بعدها إيلي بتجيب السيف وبتضرب أنثى التنين ضربة جامدة ببطنها، فبتمسكها أنثى التنين بمخالبها عشان تقتلها، ولكن إيلي بتغرز السيف في إيد أنثى التنين فبترميها على الأرض وبتشد السيف من إيديها. وبتكمل أنثى التنين مطاردة إيلي وهما الاتنين مجهدين ومش قادرين، ولكن إيلي بتشوف قدامها صخرة مقوسة فبيجيلها فكرة ذكية، وبتقف قدام أنثى التنين وبتفضل تستفز فيها لحد ما بتخليها تطلع نار من بقها. وبتتحرك إيلي بسرعة بعيد عنها، فالنار بتضرب في الصخرة وبترد تاني في جسم أنثى التنين، وبتقع على الأرض وجسمها كله بيتحرق لكنها مش بتموت. وبتقف إيلي قدامها وبتوريها الجرح اللي في إيديها، وبتقولها على الخدعة اللي بتعملها ليزا، وبتقولها إن ده هو السبب اللي بيخليها تشم ريحة دم العيلة الملكية. وبتقول إيلي لأنثى التنين إن هي كمان شاركت مع ليزا في قتل أميرات كتير ملهمش ذنب، فبتطلب منها أنثى التنين إنها تخلص عليها وتريحها، ولكن إيلي ما بتقتلهاش، وبتروح تجيب مجموعة من الديدان المضيئة وبتحطهم على جسم أنثى التنين عشان تعالج جرحها. وفي نفس الوقت بتكون ليزا في مراسم الجواز التالتة لابنها هنري، ولكنها بتتصدم لما بتشوف إيلي داخلة عليهم. وبتروح إيلي للأميرة وبتحذرها وتقول لها تهرب بسرعة لأنهم بيخدعوها وهيقدموها ضحية لأنثى التنين. فبتتراقب الأميرة وبتهرب هي وأهلها من المكان. وبعدها إيلي بتحذر كل اللي موجودين وبتقول لهم يمشوا بسرعة من المكان وإلا هيموتوا، ولكن الملكة ليزا بتزعق وبتقول لها وهتكوني فاكرة إن إحنا هنخاف منك عشان قدرتي تهربي من أنثى التنين. فجأة بينصدم كل اللي موجودين لما بيشوفوا أنثى التنين بنفسهم، وبتطلع أنثى التنين كمية كبيرة من النار على ليزا وهنري وبتحرقهم. وتاني يوم بتكون إيلي وبيف وفلور مع بعض، وبتقول لهم إيلي إنها أصدرت أمر ملكي بصفتها وارثة العرش بعد موت جوزها هنري، وإن الأمر ده هو تنصيب بيف ملكة على مملكة أوريا لأن هي أكتر واحدة بتثق فيها. وبعدها إيلي وأختها بيركبوا السفينة وبيرجعوا على مملكتهم. تظهر أنثى التنين اللي واضح إنها بقت صديقة لإيلي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام، وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.